اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتوره ضايع؟ عامله اهلا ايه؟ يا حبيبتي، اهلا بيكي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي تحت امرك. انا من كام يوم كده شفت تليفون جوزي يعني بالصدفه. لا علي صوتك بس. من كام يوم كده شفت تليفون جوزي بالصدفه يعني على الواتس بتاعه بيكلم حد. هو يعني خاف ما يعرفش ان انا عارفه الباسورد، بس انا مسكته بالصدفه يعني. فلقيته يعني عارف واحده بقاله يجي 5 شهور كده، وبيقابلوا بعض وفي مكان يعني وكده فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. ماشي، لكن انت ما قلتلوش حاجه؟ ها؟ لا ما قلتلوش حاجه خالص. لا. والمسجات اللي شفتيها ان هم بس بيخرجوا مع بعض؟ لا، بيخرجوا حاجات تانية يعني اكتر من كده. حاجات تانية اكتر من كده، والكلام يعني ايه يعني على علاقه بيها يعني. علاقه ايه؟ علاقه يعني مش طب كانوا مع بعض يعني. طيب وهي يعني ناويين يتجوزوا، يعني بيتكلموا في جواز او كذا؟ هو بيقول لها انت لو مش عاجبك اللي احنا بنعمله ده ممكن اتجوزك عرفي. فهي بتقول له لا انا مش على كده، بس انا خايفه والكلام ده، ولا ما تخافيش ما اعرفش ايه وكده يعني اللي مش عاجبك اللي احنا بنعمله اللي هو ايه؟ اللي هو الخروج يعني ولا ايه؟ يعني كذا مره يروحوا استراحه مع بعض. وايه؟ يروحوا يتقابلوا في شقه مع بعض. شقه؟ ايوه. انت قرأتي الكلام ده صح؟ انا قرأته. انا يعني انا كل يوم انا في حاله نفسيه يعني زي الزفت، بس انا مش عايزه ابين له حاجه. مش عارفه احكي لحد. لكن انت بقى السؤال لي بقى، انت ال5 شهور اللي انت بقى لما فتحتي التليفون لقيتي الموضوع بقى له 5 شهور يعني، وشك بقى كان عامل قدامه ازاي بقى؟ لا هل وشك شكله ايه قدامه؟ الايه؟ لا انا كنت عايزه اسالها سؤال تاني، عايزه اقول لها انت في ال5 شهور دول كنت شاكه في حاجه او حاسه ان هو متغير، ولا انت لما فتحتي يعني التليفون اتصدمتي؟ اخر حاجه ممكن اتخيلها لو يعمل كده يعني، اخر حاجه يعني انتوا ايمان يعني هو كان ذكي جدا لدرجه ان هو خبى كويس. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ بقالي 5 سنين ومعايا ولدين. ربنا يخلي يا رب. لكن انا هسال حضرتك سؤال بعد ما عرفتي ده، طريقتك مع زوجك اختلفت؟ يعني بقيتي تديله الوش الخشب ولا؟ لا والله انا مش عارفه يعني، عايزه اقول له انت عملت كده ازاي؟ طب ايه؟ انا كنت يعني انا لو كده كنت هزعل وهروح عندنا، بس قلت انا محروجه اقول لهم جيت ليه. لا انا هقول لك ما تقوليش، بس انا هقول لحضرتك انت ليه اصلا فتحت الموبايل وقلتي له يعني وبدات تبص على الموبايل؟ يعني ليه شكيتي؟ الشك ده جه ازاي؟ يعني ايه سبب انا الشك؟ سبحان الله انا بالصدفه، انا كنت هفتح حاجه يعني، انا بالصدفه بفتحه كده فلقيت يعني هو مخبي رسايل يعني مخبيها في حته ثانيه، فانا بقى شفتها يعني. هو كمان بيقول لها مخبي الرسائل يعني في حته ثانيه؟ يعني ايه مخبي؟ يعني عامل فولدر ولا حاجه؟ لا عامل مقرشه في الرساله، عاملها مقرشه فولدر. طيب كاتبها باسم واحد كمان مش باسم واحده، كاتبها باسم واحد راجل. طيب هل انت مثلا جه في بالك ان انت تحاولي تظبطي مثلا من نفسك وعلاقتك بيه على اساس انت متجوزه من 5 سنين؟ فطبعا الست بعد 5 سنين والراجل يعني بتبقى الحياه بقت روتينيه، فاهمه؟ لا انا بقول لك عادي ما فيش حاجه يعني مثلا لما يعني بنكون مع بعض او كده في نفس المكان بعدها بيومين او حاجه. علي صوتك يا ايمان، احنا الصوت واطي جدا، علي صوتك. بيقول لها انا بتخيلها انت. بصي يا ايمان انا هسالك سؤال يعني، دي واحده بس بعد اذن حضرتك. مش كل على فكره يعني انت 4 سنوات او 5 سنوات، هل العلاقه ممكن تكون توترت ما بينك انت وزوجك؟ لا مش حكايه، هي مشاكل عادي. 5 سنين يا شيخ احمد جواز يعني خلاص يعني. هي يعني بصي يا ايمان انا دلوقتي لما 5 سالتك سنين يعني خلاص يعني ايوه يعني انا دلوقتي لما سالتها انتوا بقالكم 5 سنين فالحياه بتبقى روتينيه، بتقول بقت عادي دي. ما هي دي توتر، ما هي دي اللي هي الروتينيه، ما هو ده التوتر. لا مشاكل مش مشاكل يعني اللي هي عاديه، حاجات هايفه يعني. هي اللي عاديه؟
المشاكل هي اللي عادية. المشاكل عاديه، اوكي. ما بصي، انت دلوقتي الحياه بقت عادي خلاص بينك وبينه، عادي روتينيه زي كل يعني يوم زي اللي قبله. هي بقى يعني هي بقى مثلا بتقول له كلام مش عادي، فايه مثلا تقول له مثلا إيه، اي مش عارفه بقى، انا بحبك يا حبيبي، يعني ايه الحلاوه بصي يا دي، أستاذ، انا حياتي من غيرك مش عارفه ايه، انا لما بشوفك قلبي بايه، الكلام اللي انت فاهماه ده. انت الدنيا مش والله الآخرة. انا والله بقول نفس الكلام ده وبعمل نفس مش معقول يعني تكوني بتقولي كده يا ايمان بعد 5 سنين، هتقول قولي له الحقيقه. انت الدنيا مش الاخره. لا مش عشان، بس انا مش شايله هم حاجه خالص. حاجه بصي، العيال دول ما يعرفش عنهم حاجه. ما هو دي يعني الست يعني ما تيجي على يعرفش نفسها عنهم وتفضل أي هي ما حاجة. تشيلش جوزها هم، وتفضل هي تشيل في المشاكل لحد ما هي تنسى نفسها. ما هي يعني الام بتنسى نفسها في وسط ما هو مثلا زحمه الأولاد، الحياه مع فأنت ولادها في وجوزها. كراكيب. يعني ده مثلا جزائي اللي انا بعمله مضحية. معاك، انت ترد كده على يعني كده. لا طبعا هو اللي غلطان، احنا بناخد وندي معاكي، بنهون عليكي وبنشوف أنا يعني عارفة ايه والله، الاسباب، أنا لكن والله هو غلطان من ساسه لراسه هو وهي، طبعا مفيش كلام يعني. يعني هو انت كده المظلومه في القصه دي. يعني هو مثلا، يعني هو كده انا معاها، فانا مش عارفه، انا مش متقبله. يعني كل ما افتكر هو الكلام اللي هم كاتبينه، انا مش عايزه انا بس أصدق عايزه إن هو اقول لك ان حقيقة. الكلام مش اللي انت عارفة. يعني يا ريتك برضه ما قريتي كل التفاصيل عشان ما تفضلش جواكي حتى لما تتصالحوا. ليه بقى؟ حطي برضه في بالك حاجه بقى، طالما قريتي ان هو يعني الراجل لما بيقعد يكتب كلام زي ده او يقول كلام ما بيبقى يعني ايه، مش حقيقي يعني، ما تصدقيش كل الكلام اللي هو قاله، فاهمه ليها، هو برضه بيضحك عليها، خدي بالك. ما انا يعني بقى بيضحك لا، عليها المشكلة- بكلمتين، يعني هو مش كل الاحساس ده جواه اصلا، لا. المشكله تضايقيش اللي نفسك. هي اكبر منه. طب ايمان، اسالي نعم. بقى السؤال اللي انت عايزه تساليه للشيخ احمد. يعني انت اتصلتي بينا وحكيت لنا القصه، ايه سؤالك؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انا اروح عندنا اقول لهم ولا ما اعرفش اقول له؟ ما انا مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر. بص يا ايمان، اول حاجه خلينا ناخد احيانا احنا نسبب لانفسنا مشاكل دون ان نشعر. يعني ايه؟ يعني احيانا ممكن الانسان يسبب لنفسه بعض الصدمات والازمات النفسيه وهو يكون فيها سبب، وبعدين هو يبدا يقول ايه، يعني يرمي الحمل على الاخرين، زي مثلا الحاله اللي احنا فيها دي. اول حاجه كوني اخد تليفون وابدا ابص فيه، فانا عارف ان هو ممكن هيسبب لي اذى نفسي، طب ما ابعد عنه. بس انا بقى الشيطان يجي يقول الكلام ده ليه؟ لان الشيطان له هدف ابعد، اللي هو يخرب البيت، اللي هو تعالوا ما نخرب البيوت مع بعض، فادخلي اتفرجي على التليفون واعرفي الباسورد وبعدين فتشي فيه وبعدين اقري الشات كاملا. فاول حاجه ده غلط، يعني ده غلط ونستغفر ربنا منه. الحاجه الثانيه، محدش هيقدر يقول اللي هو بيعمله ده صح لان ده غلط، لكن انا ممكن لما نيجي نحلل الراجل عمل الكلام ده ليه، لا شك ان شهوة يعني تمكنت منه فاوردته هكذا مصابا. فيبدا العبد عشان يعمل الكلام ده يبدا يحاول قدر الامكان اللي انا انتشل. هو واقع في حفره وصعبه جدا وممكن تتردم عليه فيموت على هذا الحال، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فنحاول بقدر الامكان اللي احنا ننشله. طب ننشله ازاي؟ ما اروحش افضحه بقى واروح عند اهلي واهله واقول ده الحقوا يا جماعه ده هو بيعمل كذا وكذا. انا ممكن اول حاجه اللي هو من باب النصيحه اولا انصحه نصيحه عامه، خلي بالك المساله 1 2 3 4، بس لازم اكون حاطه في دماغي ان اللي وصله دي شهوه، والشهوه صعبه جدا جدا جدا، والشهوه دي ممكن يعني تخلي الانسان يموت في سبيلها. فنبدأ أول حاجة اللي احنا نحافظ عليه في المسألة دي، ونحاول إن الشهوة دي بكل سبيل نخليها في الحلال. قال يا رسول الله أرأيت إن وضعها، النبي بيقول له كده، أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال كذلك إن وضعها فين؟ في حلال فيكون له أجر. فنحاول اللي أنا أخلي ده موجود في الحلال، يعني أوجهه الوجهة إلى الحلال. هذه واحدة. لم ينتصح، يعني انا بحاول بقى بالطرق العامه بقى والاساليب العامه، مش اللي انا اخصص واقول له خلي بالك انت شفت وعملت. اول حاجه كده اسلوب عام. لا هو لم ينتصح، لو انتصح الحمد لله وعفى الله عما سلف وانتهينا من المساله دي وحافظ بقى عليه. طب هو لم ينتصح، طب احاول اعمل ايه؟ انصحه بقى، اقول له خلي بالك انا بس لازم تكوني فاهمه زوجك.
يعني ممكن زوج يقبل ان انا مراتي شافت رسايلي، مفيش مشكله، ممكن اقبل ذلك يعني. وفي زوج اول ما يسمع كده يقول لها انت بتتجسس عليا، فيروح قايم مطير رقبتها. فنخلي بالنا، انت اللي هتفهمي طبيعه زوجك، هو هيقبل ده ولا لا. بس اوعى تروحي للجانب الاخر اللي انا افضحه. وشيخ احمد، هي احنا مش عارفين طبعا قدرتها النفسيه، يعني كل طبعاً. واحده غير التانيه. لو هي قدرتها النفسيه انها تقدر ما تقولش وما تبينش وتعمل هي بقى خطتها، ما ان ده هي النصيحة تحاول الأولى بقى. دي النصيحه الاولى اللي حضرتك قلتها. لو هي قدرتها النفسيه تقدر تعمل كده، تبقى هي كده صح، ذكيه، ما تجيبش سيره في الاخر بقى تقولي ان وتحاول الست دي ترجع جوزها بالطريقه بالحب بقى. هو ده اللي كده احنا من بنتكلم غير ما عليه. تجيب سيره انها عرفت لم حاجه ينتصح خالص. لم ينتصح. هو تقدر وانت فاهمه من غير جوزك نصيحه، ما هي مش هتنصحه، هي هتحاول ترجع علاقتها كويسه بيه. ما عرفتش او هو ما عملش ده، هتقول بقى، هتقول له ايه بقى؟ لازم هي تكون فاهمه انا مش فاهم زوجها. ممكن الزوج ده ممكن يروح خابطها كف مموتها. هي ممكن مثلا قبل ما تقول له ان هي قرت، تقول له لو هو بقى خلاص بالحب كده ما رجعش، تحاول مثلا تقول له، تحكي له كانها بتحكي قصه حد، قصه واحده مثلا صاحبتها، او تقول له اوعى تكون بتخوني او كذا. لا، ما هو اوعى تكون بتخوني دي يعني مفقوسه قوي دي. ماشي، صح. ربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب.